يا صباح الورد، يا صباح الياسمين على احلى متابعين. وانا اسفه جدا، بقالي فتره كبيره طبعا ما بنزلش فيديوهات على القناه. بجد وحشتوني وقناتي وحشتني. فمعلش انا كنت بمر بشويه ظروف كده وضغوطات نفسيه. فالحمد لله رب العالمين يعني انتهت على خير. وخلصت امتحانات بنتي، فقلت بقى انزل كده افك بقى عن نفسي شويه كده واستمتع كده بجو البحر كده، لان انا كنت محتاجه قوي اشم يعني هوا البحر كده وافك عن نفسي كده يعني فقلت بقى بالمناسبه كده اعمل لكم فلوج عن شاطئ المعموره اللي انا نزلت عليه. ويعني احنا داخلين بقى، المصيفين هيبتدوا ينزلوا ان شاء الله بعد الامتحانات. ربنا يوفق اولادنا جميعا يا رب العالمين. فكله طبعا بيبقى حابب يعرف الشاطئ شكله ايه، الاسعار بتاعه دخول الشاطئ عامله ازاي، الاماكن اللي موجوده على الشاطئ، يعني الحاجات الترفيهيه اللي موجوده على الشاطئ. فبيحبوا ياخدوا فكره، فانا قلت اعمل لكم الفلوج دوت بالمره يعني وانزل لكم الفيديو كده، بحيث ان انت يعني اي حد عاوز ينزل شاطئ المعموره ما يعرفش شكل الشاطئ عامل ازاي ولا ايه اللي موجود فيه ولا اسعاره، يستفاد من الفيديو ان شاء الله. وبرضه هوريكم شكل الشاطئ بالنهار والاسعار بتاعته اهي، وبرضه هصوره لكم بالليل باذن الله. دخول الفرد بالكرسي 30 جنيه، ورسوم ايجار الشمسيه 20، والترابيزه ب10، والكرسي اضافي ب10، يعني كل ما تاخدي كرسي هتدفعي 10 جنيه. وفي طبعا غرفه خلع الملابس ب3 جنيه. طبعا اسعار مناسبه جدا وجميله جدا بالنسبه للشاطئ. احنا عارفين طبعا شاطئ المعموره ده شاطئ سياحي، في طبعا عليه المطاعم الكافيهات، يعني المطاعم طبعا يعني اسعارها سياحيه شويه، فيعني اللي هيروح بقى ومعاه عيلته وكده هياخد بقى اكله وشربه معاه ولو انت حابه بقى تاكلي في المطاعم مفيش مشكله، يعني اللي عنده امكانيه هياكل في المطاعم ويستمتع يعني بصراحه، الاكل بتاعهم برضو جميل جدا يعني. وده شكل الشاطئ كده. الشاطئ طبعا عليه عجل للأطفال وبيتش باجي. بصوا عرايس اهي بتيجي تعمل سيشن كده على الشاطئ. وبصوا شكل البرجولات اللي موجودة بالخوص والقعدة الجميلة، يعني بصراحة يعني متعة جميلة جدا. يعني بصراحة البحر وجو البحر بيشيل أي طاقة سلبية موجودة، وبيديك كده يعني روحانيات كده وطاقة إيجابية جميلة. أنا بعشق البحر عامة يعني. كل ما الواحد كده بيبقى متضايق كده بيروح على البحر كده بيفك عن نفسه كده بينسى اي حاجه. في هنا بقى لقيت على الشاطئ كده من بره طفطف. ركبناه كده واخدنا جوله فيه. الفرد كده ب15 جنيه، بياخد الجوله كده على الشاطئ كده من اوله لاخره وبيرجعك تاني. برضو متعه جميله قوي وهينبسطوا بيها الاطفال كتير. بس الشاطئ بصراحه روعه 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 يعني. لسه طبعا المصيفين ما نزلوش، احنا لسه في شهر 5 فالدنيا هادية وفاضية. بعد كده كل ده هيبقى زحمة طبعا. هي اسكندرية بحر، يعني اسكندرية يعني بحر. على الشاطئ برضو هنا في اللي هي الألعاب الترفيهية دي، زي ملاهي كده صغيرة على الشاطئ للأطفال بيستمتعوا بيها. وفي طبعا الملاهي الكبيرة اللي هي ملاهي المعمورة موجودة برضو برا كده في المعمورة، بس أنا طبعا مروحتش عندها مصورتهاش، بس برضو فيها جميع الألعاب الترفيهية والمراجيح يعني حاجات ممتعة جدا موجودة. يجي الطفطف اهو لف بينا خد بقى الجولة ورجع بينا تاني المكان ما أخدنا. يعني هو الشاطئ يعني عليه كل حاجة انتوا هتستمتعوا بيها، يعني ألعاب للأطفال، كافيهات، مطاعم، وفي برضو شاليهات موجودة، الإيجار اليومي، الإيجار الشهري زي ما تحبوا. برضو في هنا على الشاطئ من بره برضو حمامات ده غير غرف تغيير الملابس. وادي شكل الشاليهات اهي اللي موجودة.
احنا خدنا جولة كده النهارية بتاعتنا، وبعد كده هنروح بقى كده نتغدى بقى بعد الجولة اللي اخدناها دي. وبعد كده ان شاء الله هرجع معاكم تاني علشان اوريكم بقى شكل الشاطئ كده برضو بالليل. برضو هنا في قلب المعمورة احنا بقى رايحين كده، قلنا ايه هناكلوا بقى بيتزا في هناك مطعم بيتزا كوين. ده كده فندق اهو الناحية التانية، فنادق بقى وشاليهات للي حابب ان هو يأجر هناك. بالنسبة للمصيفين يعني اللي عايزين ينزلوا يأجروا او ينزلوا في فندق كده. احنا دخلنا على بيتزا كوين، بيقدم بيتزا وعليها بيتزا هدية. بيتزا بتاعتهم تحفة جدا واسعارها معقولة ومناسبة. بعد ما اكلنا بقى قلنا بقى نطلع برضو نوريكم شكل الشاطئ كده بالليل، جميل جدا اهو. شايفين المنظر رائع رائع. بالليل بقى ليه رونق تاني خالص بقى، احاسيس بقى كده يعني بالنهار كده متعة وبالليل متعة. يا رب كده الفيديو ان شاء الله ينول اعجابكم، واكون قدرت كده بالفلوج اللي انا عملته ده وصلت لكم كده يعني صورة كده مبدئية للشاطئ، للي حابب ينزل شاطئ المعمورة ومنطقة المعمورة باذن الله ينزل ويستمتع كده. وكل اللي يجي اسكندرية كده ينورنا ويشرفنا ويستمتع كده بجوها الجميل باذن الله. ويا رب كده فيديوهاتي تكونوا عند حسن ظنكم واعجابكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.